أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم دجاج بنجابي بالكاري، مرة لذيذة الوصفة هذه. جبت الدجاجة وقطعتها وحطيت ملعقة كبيرة كركم وملعقة كبيرة ملح، وحطيت علبة لبن زبادي، وخلطت المكونات كلها مع بعض وحطيتها في الثلاجة لمدة ساعة. بعد كده جبت صاج وحطيت فيه زيت وحطيت بصل، حبة بصلة، قلبت البصلة بس دبلت معايا، حطيت زنجبيل و5 فصوص ثوم، وحط بهارات قرفة وقرنفل وهيل. طبعا إذا بغيتوها حبات صحيحة براحتكم، إذا بغيتوها مطحونة أنا حبيت أسويها مطحونة لأنه ما تعجبهم يشوفوا يذوقوا طعمها في الأكل. وحطيت ملعقة صغيرة ملح. بعدين أخلط المكونات كلها في الخلاط، وحط شوية موية كمان عشان تنخلط معايا مظبوط. هنا بعد ما خلطت المكونات كلها حطيت موية، شوية موية، لا تكثروا موية، بس عشان تنخلط معاكم تماما وهذا الشكل. بعد كده جبت صاج، حطيت في الصاج زيت، وحطيت البصل والزنجبيل اللي خلطته كله مع الثوم، وبعد كده أقلب بس يدبل معايا وتغير شوية لون، وحطيت معجون الطماطم وأقلب الطماطم لما تتسبك معايا، ما أقلبها كثير، تقريبا دقيقة. بعدين طماطم معصورة حطيتها تقريبا حبة كبيرة وخليتها تتسبك، وحطيت ملعقة صغيرة فلفل كشميري، طبعا هذا الكرتون مو حار مرة، إذا بغيتوا النكهة مرة زيادة فزودوا. حطيت ملعقة كبيرة من الملح، غطيت خليت شوية بس تتسبك معايا الطماطم، ورجعت حطيت ملعقة كبيرة كزبرة وملعقة كبيرة بابريكا. وبعدين أرجع أحط الدجاج اللي في الثلاجة على المكونات كلها، وخليها زين الدجاجة ما تستوي معايا تماما. هنا طبعا بعد ما تسبكت حطيت الدجاجة وقلبت لين ما تتسبك معايا تماما الدجاجة مع الصوص. بعدين آخر حاجة أحط جرام مسالة أو كاري اللي يناسبكم، أو لو حبيتوا تحطوا الاثنين مع بعض بيطلع لكم كمان نكهة. في النهاية حطيت الكزبرة، طبعا خليتها تقريبا 5 دقايق، بعدين طفيت عنها. بصراحة لذيذة، وكمان لو سويتوا جنبها شباتي ما يحتاج أقول لكم كيف الطعم. مرة لذيذة الوصفة هذه. بالعافية علينا وعليكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ووضع لايك حتى يوصلكم كل جديد.